ازيك يا حاج؟ نبي يا حاج كنا عايزين 500 جنيه بتاع الدرس عشان المدرس عمال يطالبنا عليها. تعالى يا احمد يا حبيبي. خد يا احمد 500 جنيه اهي. هم يا ابني اللي معايا 800 جنيه همتي. انت هتاخد ال 500 اهم وهيفوت 300 جنيه يا ابني. نحاول ان احنا نخلي ربنا يقدرنا ويكفينا لحد اخر الشهر يا ابني. هم ده اللي فاضل، ادي كل اللي فاضل من المعاش بتاعي يا احمد. بس اهم شيء تعليمك انت يا ابني. خد يا احمد. ربنا ما يحرمني منك يا باي. طول لنا في عمرك يا رب. هلحقاني عشان ادي المدرس واحضر الحصه. استنى يا ابني عشان اقول لك على حاجه. امورني يا حاج تحت امرك. امان عليك يا ابني. يوم ما اكبر تكون في الشده جمل، ويوم ما احزن تكون عيد، ويوم ما اضعف يا ولدي تكون ايد، ويوم ما يأس تكون امل. من يوم وانت في اللفه يا احمد يا ابني وانا شقيان عليك بكفايه. وانا يا حاج هعيش خدام تحت رجليك. بس بتمنى يا حاج ان انت تسيبني اشتغل واساعد معاك في مصاريف البيت. لا يا احمد كده انا هزعل منك يا ابني. انا قلتلك تعليمك والصلاه، واول حاجه الصلاه يا احمد. ما تفوتش فرض يا ابني. دول عندي بالدنيا كلها، الصلاه والتعليم بتاعك. وان كان يا ابني على المصاريف الحمد لله يا رب العالمين. المعاش بتاعي بيجي بيكفيني، بيكفي دروسك وبيكفي اكل وشرب. خلينا يا ابني في سوق ما جبناش لحم وبناكل اي حاجه وبنحمد الله ونشكر فضله. يلا يا احمد توكل على الله، شوف دروسك يا ابني وما تعوقش بره. يا حاج انت هتوصينا على الصلاه بتاع ربنا. انا عندي الصلاه اهم شيء والتعليم بتاعك، وربنا ما يحرمني منك يا حاج. يا احلى حاج في الدنيا. هستأذن بقى يا حاج عشان الحق الدروس بتاعتي. ابنك بيطلع من الاوائل. سلام يا احلى حاج في الدنيا. مع السلامه يا احمد يا ابني. ربنا يصلح حالك وحال اللي زيك كلهم يا ابني. الحمد لله يا رب، الحمد لله.